مرحبا ويسعد مساكم بكل خير. وصفة اليوم عصير البرتقال والليمون. رح نحضر من حبتين برتقال وحبتين ليمون 3 من العصير. تابعوا الوصفة للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. بالبداية عندي حبتين من البرتقال مع حبتين من الليمون، حطيتهم بالفريزر ليلة كاملة لحتى يجمدوا. تاني يوم طالعتهم قبل بنص ساعة، وهلأ رح أبدأ بتقطيعهم. هالمرحلة من تجميد البرتقان والليمون بتساعد إنه نكهة البرتقان والليمون تتعزز بقلب العصير، وطبعا بتخلي كمان لونه يطلع كتير حلو وغامق. هلا ببدأ بتقطيع البرتقان، وبعد هيك ببدأ بتقطيع الليمون. طالعت البرتقان والليمون قبل بنص ساعة من التقطيع لسهولة التقطيع، لأنه أكيد وهن جمدانين ما رح أقدر كتير أقطعهم. بقطعهم قطع ناعمة أو خشنة ما بتفرق، لأنه نحن رح نخلطهم بالخلاط أو بالمكسر. قطعت كمية البرتقان والليمون، وهلا رح أحطهم بصحن غميق. بعدها رح أضيف عليهم 3/4 كاسة سكر. كمية السكر على حسب الرغبة، إذا بتفضلوا العصير يكون حلو كتير أو حلاوته مقبولة فيكن تتحكموا بكميات السكر. ضفت عليهم هلأ لتر من المي، وببدأ بخلاط الشوربة أخلط العصير، أخلط البرتقان والليمون اللي مقطعتهم مع المي والسكر. طبعا هون بنقدر كمان نخلطهم بالخلاط. بستمر بالخلط لوقت ما يصير القوام عندي ناعم بهالشكل. طبعا بيبقى في حبيبات من قشر البرتقان والليمون، بس ما في مشكلة، نحن هلأ أكيد رح نصفيه بالصفاية. هلأ هون بالصفاية رح أقلب الخليط اللي خلطناه، وبالمعلقة بحاول إنه أصفي كل الكمية وأعصر اللي بقيان من قشور البرتقان والليمون. مثل ما بتلاحظوا هلا انه كمية عصير البرتقال والليمون اللي رح تطلع قليلة، بس طبعا هلا هي مركزة، رح ازيد لها مي وادوق الطعمة لوقت ما يصير عندي طعمته ما كتير تقيلة، مركزة ولا خفيفة، طعمة العصير المزبوطة. هلا عصرت كل الكمية وصفيتها كتير منيح بهالشكل هاد. بيصير العصير عندي جاهز. رح أبدأ بصبه بالإبريق العصير وكمان بمطربانات. هلأ الكمية كلها ما قدرت أصورها أثناء الصب، بس طالعت عندي 3 تلتورة. هي أول بريق ومع مطربان ونص قنينة كمان. بحفظهم بالبراد، ما بيصير لهم أي شي. ما بيخربوا ولا بيمرمروا أبدا. مجرد إني أحطهم بالبراد بحافظ البرودة، بتحافظ على العصير إنه ما يخرب. بهالشكل بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. عملنا عصير البرتقال. عملنا 3 تلتورة من العصير من 4 حبات من الليمون والبرتقال. لاحظوا لون العصير ما ضفنا له أي ملونات أو أي شي تاني يغمق اللون، مجرد إنه عصرنا البرتقال مع الليمون بقشرن وحصلنا على هاللون هاد. بتمنى الوصفة إذا عجبتكم يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبنلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.